اليوم رح نعمل كيكة الخروب الصحية بمكونات بسيطة. بهاي الكيكة رح نبدأ بالطحين. تقدروا تنخلوا أول إشي الطحين مع البيكنج باودر أو تضيفوه بعدين. رح أحط عليه الزيت وأخلطه كتير منيح. بعد هيك رح نضيف المكونات الثانية زي الخروب رح يعطي نكهة كتير طيبة ورح يكون بديل صحي عن السكر. هيك خلطنا الطحين مع الزيت لحد ما يتجانسوا كل المكونات. بعد هيك أنا ضفت المي المغلية مع اليانسون، تقريبا كوب وربع من المي المغلية باليانسون، نغليه ل5 دقايق وبنتركه بعدين بنضيفه على الخليط وبنخلطهم كلهم مع بعض. هلا رح نضيف دبس الخروب للمكونات ونخلطهم كتير منيح لحد الدبس رح يعطي قوام كتير طيب ونكهة كتير طيبة وهو بديل صحي عن السكر. وهلا نخلط كل المكونات مع بعض عشان نكمل كيكة الخروب الصحية. بعد هيك رح أضيف معلقة كبيرة من الطحينية وأخلط المكونات كتير منيح. وآخر إشي رح نضيف البيكنج باودر ورشة الملح كمان. هلا ممكن البيكنج باودر ورشة الملح نضيفهم بالأول مع الطحين. بنكمل خلط المكونات كاملة وبتكون هيك قوام الكيك جاهز إنه نقدر نخبزه بالفرن. أجهز القالب. بعد هيك رح أدهن القالب بشكل كتير منيح متساوي، دهنته بالطحنية وبحط قالب الكيك. تقريبا بتاخد خبز من 30 ل 35 دقيقة بفرن حرارته 180 درجة. رح أحط القالب. رح تلاحظوا كيف النكهة كتير طيبة ودايما عم نحضر بمكونات صحية بدون أي سكر مضاف. رح أزينها أكيد من فوق بشوية سمسم أرشها على الوجه. هيك صار عنا كيك نباتي بمكونات صحية ومفيدة للجسم. رح أدهن السمسم وأحطها بالفرن لتقريبا 30-35 دقيقة وبتكون جاهزة. رح أوزع السمسم على كل الكيك وبعدين أحطها بالفرن. هيك صارت كيكة الخروب جاهزة وصحتين وعافية.